السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة على قناة الكورة الحلوة. طبعا عن لقاء القمة الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي، قمة الجولة 14 من الدوري العام الممتاز. حقيقة مباراة الفريقين داخلينها بدوافع مختلفة. النادي الأهلي الفريق ماشي بشكل كويس، متصدر الدوري عن نادي فيوتشر فرق 4 بونت، عن الزمالك فرق 5 بونت. الفريق زي ما بيقولوا في أداء تصاعدي ماشي بشكل كويس ومستقر. الناحية التانية نادي الزمالك فريق متعثر، سلسلة من التعادلات، تخللهم هزيمة من أسوان في الدوري وهزيمة من بيراميدز في الكاس، خرجتهم من الكاس. فريق متأخر فرق 5 بونت على الأهلي. الحقيقة الفريق جاي زي ما بيقولوا ما يستحملش أي خسارة. يعني هو جاي النهارده لو ما كسبتش ما خسرش، فالتعادل يخلي حتى فرق 5 بونت ما وسعش الفرق. فييرا تحت ضغط الشديد، الراجل طبعا النتائج هي اللي بتحكم على المدرب. جاي مضغوط، فعارف ان اي نتيجه سابها النهارده ممكن تطيح بيه. اللي ابتدى المباراه النهارده هل عنده غيابات، عنده 7 8 غيابات مؤثره، اما ثلاثي الدفاع محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم لازم مختار للاصابه ومتولي الايقاف، ايمن اشرف عدم الجزاء الفنيه، الراجل بقاله كتير ما بيلعبش. الراجل النهارده كان عنده مشكله كمان في الوسط، ان عمرو سوليه غايب، حمدي فتحي اتصاب ولسه مخفش 100%. الراجل النهارده كولر ابتدى المباراه 4-2-3-1. ابتدى بخالد عبد الفتاح مساك، ودي كانت مفاجاه، ومحمد نبيل لعب باك يمين جنبي رامي ربيعه، والناحيه الثانيه علي معلول. خالد عبد الفتاح كان مفاجاه، لان هو جاي من سموحه على اساس انه باك يمين، فهو الراجل بدل ما دخل هاني حب يستفيد من الفورمه اللي علي الهاني فيها، ولعب خالد عبد الفتاح، دي طبعا مجازفه. لعب خط الوسط بديانج وحمدي، لعب ثلاثي قفشه عبد القادر الشحات، قدامهم كهربا اللي كان مفاجاه الماتش اللي فات، اللي لعب وتالق، جاب جون وصنع هدفين. حابب استفيد من قوه الدفع اللي عنده، لان الراجل عنده طاقه استفيد بيه. ممكن بدنيا مش جاهز قوي ان هو يلعب ماتش كامل، بس استفيد بيه. ناحيه نادي الزمالك لعب 4-3-3، لعب برباع دفاعي، المسلوسي عبد الشافي حسام عبد المجيد وعبد الغني، قدامهم بلوك دفاعي 3 دونجا السيسي امام عاشور، قدامهم ثلاثي هجومي ثلاثي هجومي زيزو شلبي، وقدامهم سيف الجزيري. الشوط الاول كان عنوان التحفظ الشديد، ان الفرقتين مش عايزين يخسروا، مش عايزين ياخدوا الريسك. في بعض المحلات زي ما بقول على استحياء، يعني الشوط كله في فرصتين هو يعني اللي هما كان ممكن نقول عليهم خطر. فرصه ده 19 لقفشه، الحقيقه الكره من ناحيه الشمال قدر يلعبها عرضيه لقفشه في مكان مميز جدا على نقطه الجزاء، لعبها بطن رجله، بس فتح وش الكره طلعت يعني اعلى المرمى. لو قفل بطن رجل الكره دي جول يمين او شمال، جول ان عواد مثبت فيها. عندنا بدايه 29 تنزيله صاروخيه من 40 يارده من نبيل عماد دونجا، قويه جدا. حاجه الشناوي اتعامل براعه، خد خطوتين وعمل الطريق وانقذها، ضربه ركنيه. غير كده المباراه تبقى منحصره في وسط الملعب، الفريقين تحت الكوره، الاهلي او الزمالك. الاهلي بيلعب بهدوء بطء شديد، الزمالك نفس القصه. الاهلي مش ما خدش الريسك اللي يخليه يكسب. الزمالك نفس القصه برضه، مش عايز يخسر، التعادل مش وحش بالنسبه له، كسبت خير وبركه، ما كسبتش يبقى تعادل كويس، زي ما بيقولوا يبقى الامور كما هي عليه. الاهلي كان كهربا بيلعب وحيد وسط بعيد، ناحيه برضه سيف الجزيره نفس القصه، مفيش اي دعم من خط الوسط لا هنا ولا هنا. عند لحد ما في دقيقه 40 في الكوره دي اتعملت نادي الاهلي، ودي كانت مفتاح المكسب للاهلي في الشوط الثاني. كوره بينيه من حسين شحات لحمدي فتحي اللي اخترق ودخل كراس حربه تاني، حاول يستلم الكوره طلعت منه، كوره راحت خبطت في الايام، وقررت كهربا عوض انقذ الكوره، هي كوره فيها شبه التسلل. بس الكوره دي بدايه تغيير، ان حمدي فتحي ياخد الزياده العاديه اللي عملها في ماتش سموحه وتالق حقق بشكل كبير جدا جدا، وعملها بشكل ممتاز في ماتش سموحه وسجل هدف وعمل خطوره. روح انت يا حمدي كمهاجم تاني، سيدي كانت حمدي يا جماعه لعيب، يقول عنده 3 رئات، عنده لياقه مش طبيعيه، عنده رؤيه كويسه، هيدرز شويط، عنده ذكاء ملعب زي السوليه، بيعرف يكمل ويخش الصندوق ويعمل زياده عاديه. انتهى الشوط الاول نتيجه 0-0. طب الشوط الثاني الفرقتين عايزين ايه؟ هل هيرتضوا بالتعادل؟ الاهلي التعادل برده مش وحش، فرق 5 نقط عن الزمالك. فيوتشر كسب بقى 30 فرق نقطه بفرق نقطتين. كسبت خوربارك، ما كسبش برضه، انا لسه مصدر الدوري. الزمالك زي ما انا متعادل، عرفت اخطف بكره ثابته، خير وبركه، ما عرفش اخطف خلاص برضه ما فيش مشكله. ابتدى الاهلي يسرع اللقاء شويه، الاهلي بقى فيه سرعه، البطء الشديد اللي كان في الشوط الاول قل، بقى في نقل سريع للكوره، تحس ان الفرقه بقت اسرع،
في نفس الوقت حمدي فتحي خد واجبات، اللي هو قلنا الكوره اللي في الدقيقه 40 من الشوط الاول، الزياده العدديه، ان انت كهربا وسط المدافعين لوحده جوه منطقه الجزاء، فمفيش اي زياده حواليه. طيب لما دخل راس حربه تاني معاه، او راس حربه وهمي، اللي هو اللعيب اللي جاي من تحت اللي بيسموه 9 ونص، ده هيعمل خلل في دفاع الزمالك. فعلا ابتدى الاهلي يسرع القاع شويه. في الدقيقه 52 محمد هاني اول اختراق ليه، حقيقه قطع بشكل كويس ودخل كره قويه، انقذ عواد على يعني انقذ عواد بقبضه ايده وردت الشحات، يعني اتسرع فيها. بعد كده عندنا في 56 كوره، احنا قلنا الاهلي بقى يسرع الايقاع، هجمه سريعه النادي الاهلي وسط كهربا احتمال سديده، حقيقه سديده ضعيفه في ايد عواد، يعني كان ممكن يلعبها بوش رجله كانت تبقى اقوى، كان ممكن تروح في الزاويه البعيده. ابتدى تحس الاهلي اكثر رغبه في الفوز، اكثر سرعه. برضه عندنا مشكله منتشره، الزمالك لياقته بدنيه مش فت 100%. ده بيبان قوي في الشوط الثاني، الزمالك بدنيا مش عالي، واضح ان في حمل بدني او في توتر او في ستريس، فده مأثر على اللياقه بدنيه اللعيبه. الناحيه الثانيه الاهلي قلنا اداء تصاعد، لا الاهلي بدنيا يعني افضل، ابتدى الخروجات تزيد. اللي عندنا في الدقيقه 65 الهدف الاول للنادي الاهلي، محمود عبد المنعم كهربا. الهدف ده حقيقه بيجسد برضه يا جماعه في شغل للمدرب، يعني المدرب بيحفظك جمله تمام، لكن في مهاره لعيب. يعني انا ممكن احفظك حاجه يعني تعملها، بس انت التصرف بتاعك الاخير او فينش يبقى غلط. كل ده يا جماعه حسين الشحات هجمه سريعه، قلنا قلب يسرع هجمه سريعه. هنا الشحات برؤيه ممتازه، حمدي فتحي دخل في ظهر المدافعين برضه هنا. حمدي فتحي دخل فين؟ دخل في ظهر المدافعين، تمام؟ دخل في ظهر المدافع، فطبعا جاي غير مراقب. الشحات حقيقه ربط معاه ربط ممتاز، لعب له الكره عاليه، الكره جت على صدره. هنا برضه اتصرف حمدي فتحي، لو الكره جايه بيميل شويه، لو لعيب غيره هيلعبها براسه هتروح ضعيفه وهتيجي المرمى. هنا خد على صدره عشان ينزلها تحت رجليه، لما خد على صدره الكره عيلت. هنا بقى ذكاء حمدي فتحي يا جماعه، ان لا كهربا هتبقى الحاجه الثانيه برضه كهربا، ان انا دايما مفضي نفسي، دي مهاره يا جماعه، ان انا دايما الراس حربه مفضي نفسي، دايما في مكان صعب وفاضي، دي مهاره مش عشوائيه، ان انا ازاي اخد خطوات ان انا افضي نفسي ابعد عن المدافعين. هنا ذكاء حمدي فتحي، استلم كره على الكره عالت، هنا التصرف ثاني لمح بطرف عينه كهربا، لعبها له بالراس، هي كره حنينه زي ما بيقولوا، هي عايزه لمسه في الجون. هي كهربا طبعا راجل قطع سرق الدفاع كله جوه 6 يارده لوحده تماما، راسيه على يمين عواد، هدف الاول النادي الاهلي، هدف فتح المباراه تماما. بس قبل الهدف ده في حركه عملها فيرا غريبه شويه. الدقيقه 7 او الدقيقه 58 فيرا عمل تغييرين غراب. ايه الغرابه اللي فيهم؟ نزل مصطفى الزناري، ده مساك اللي جاي من طلائع الجيش، نزله مساك. طيب ماشي، هنزله حساب مين؟ حمزه المسلوسي، اللي هو كان الباك يمين اللي كان ماشي بشكل كويس. حمزه المسلوسي هجوميا مش قوي قوي، بس دفاعيا بيدافع بشكل كويس. طب خرجت ده، طب ماشي، ونزلت كمان عمر جابر، يبقى طب عمر جابر هيلعب باك يمين، ما كان عمرو سيسي، لا ده عمر جابر هنا بقى عمل حاجه غريبه، لعب عمر ثالث خط الوسط، ولعب الزناري مساك، وعبد الغني اللي هو المساك وداني حل يمين. تغيير برضه غريب. طب انت الراجل ماشي بشكل كويس، بيقفل بشكل كويس، قافل على عبد القادر ومعلول، في نفس الوقت عبد الغني ده مكانه الطبيعي، عمر جابر بيلعب طرف يمين او طرف شمال. في الحقيقه التغيير ده كان غريب شويه. الهدف جه في الدقيقه 65، هنا ذكاء كولر. كهربا جاي من ايقاف طويل، لعب الماتش اللي فات وغير النهارده، حيث كهربا استهلك بدنيا في الدقيقه 68 غير كهربا. ده ذكاء من الراجل، خد منه كل اللي هو عايزه، خد الشحنه المعنويه وخد الحماس وخد حب الجمهور ليه، وراجل جاب جون وعمل عليه وزياده. نزل مكان محمد شريف اللي بيحاول يستعيد ثقته في نفسه، الا محمد شريف نزله ليه؟ برضه ذكاء مدرب يا جماعه. نزلت محمد شريف عنده سرعه، فخلاص الزمالك زي ما بيقولوا بلغه الكوره فك، هيبتدي يفتح عشان يهاجم، فطبيعي ان يبقى في مساحات في ظهر محمد شريف، عنده سرعه، فانا استفيد منه بان كوره بينيه، كوره طويله هروح على الجون. هي برضه فكر كويس من المدرب. ده في الدقيقه كام؟ الدقيقه 68. عليها في الدقيقه 74 هدف النادي الاهلي. نفس القصه، بيلخص برضه اداء الاهلي مع اداء الزمالك. سرعه في الاداء من الاهلي، كره اتنقلت بسرعه من الناحيه اليمين، ديانج الشحات هاني لعبه عرضيه. مين اللي دخل وخد الكوره؟ المهاجم الوهمي حمدي فتحي. الحقيقه برضه هنا في توفيق، استلم الكوره خبط في المدافع وخبط فيه وراح محمد شريف. هنا محمد شريف واقف فين؟ نقطه البلنت بالظبط من اي رقابه خالص. حتى عبد الغني اللي هو المفروض الباك اليمين اللي هو كان مساك جه بعيد عنه، يعني بين 3 4 متر. هنا برضو يا جماعه محمد شريف وان تاتش، وش رجله على يمين عواد، الهدف الثاني. خلاص انا مش محتاج اوقف، انا الكوره جايه لي زي ما بيقولوا خالصه مخلصه، الكوره جايه بتتهادى،
اي لمسه في الجون جون، قبل ما الجون يحاول ياخد اي حركه. ما ممكن الجون يطلع عليا يقفل الزاويه، لا خلاص هي لمسه واحده اول حاجه اتفاجئ بيها هاتلين قال هذا فتح المباراه تماما، عمل فوضى في نادي الزمالك. عقب الهدف ده في الدقيقه 75 تغيير لكل فريق. طيب الزمالك بقى متاخر، عمل تغيير، نزل شيكابالا ويوسف اسامه نبيه، وخرج الجزيري ومصطفى شلبي. الحاج الجزيري كان متحرك شويه بس ايه، ما كانش بيلاقي مسانده. مصطفى شلبي ما عملش حاجه. طيب طب انت خرجت راس الحربه، طب نزلت مين؟ نزلت شيكابالا ويوسف اسامه نبيه. ده يوسف اسامه نبيه مش راس حربه، هو جناح، وشيكابالا جناح. انت دلوقتي فضيت الصندوق، يعني دلوقتي عايز حد جوه صندوق عشان يعملها خطوره، لا انت فضيت الصندوق اعتمدت على الاجنحه. طيب انت سايب زيزو، زيزو النهارده كان سيء جدا جدا. زيزو النهارده كان تايه في الملعب، لا يمين ولا شمال، يعني كان اداؤه سيء، كان المفروض يتغير. الراجل سابه بيثق فيه خلاص، ما فيش مشكله، ممكن يعمل لي شوطه، يعمل لي فاول، يعمل لي ضربه جزاء. فالراجل برضه سابه للاخر، ده برضه كان خطا تكتيكي. الراجل خلاص واضح انه مش موافق اول ماتش. قال عمل تغييرين هنا بقى، ذكاء من كولر. 2-0 فاضل ربع ساعه، عمل تغييرين. خرج مين؟ خرج قفشه والشحات. قفشه كان دوره النهارده ايه؟ المنسق، بس قفشه كان بيتميز ببطء شديد النهارده. الدور اللي كان المفروض يعمله قفشه هو عمله حمدي فتحي. خلاص هستغنى عن قفشه، انا كسبان 2-0. هنزل مين؟ هنزل مروان عطيه. بقى لعبت بثلاثه في القلب، مروان وديانج وحمدي. حمدي واخد ايه؟ مهام هجوميه، يبقى انا هثبت مروان ديفندر صريح مع ديانج يعملوا بلوك قدام محاولة الزمالك. الزمالك بيتمت بالتسديد القوي، زيزو بيشوط، امام عاشور بيشوط، دونجا بيشوط، فانا قفلت له العمق، لان انا خلاص الزمالك ما عندوش سترايكر صريح 9، ما عندوش. فحله ايه؟ لا اما كره ثابته كورنر، لا اما تسديد. فابتديت اعمل له بلوك. خلاص مروان عطيه لعيب خفيف سريع، الحق اللعيبه المذاكره جدا، سنه صغير، عنده لياقه بدنيه عاليه، كورته حلوه، بيضغط بشكل كويس، عنده ذكاء ملعب، بيتحرك، بيتصرف بسرعه، بيتحرك بشكل كويس، مش بيجري وخلاص. مع ديانج طبعا كان عامل مباراه كبيره جدا النهارده، ده ذكاء من الراجل. وخرج مش عارف ورمى مين؟ رمى طاهر. طب رمى طاهر ليه؟ عشان شيكابالا نزل، فشيكابالا نزل تمام، فرميت الراجل عليه مع عبد الشافي المجهد خلاص، بحيث ان انا اضغط على عبد الشافي اكتر واكتر. شيكابالا كده كده ما يبقاش واجب دفاعي، فطاهر يلعب في ظهر ايه، يغطي مع شيكابالا لما يزيد، وفي حاله الهجوم يلعب في ظهره على عبد الشافي. ايضا الراجل برضو عمل حاجه غريبه جدا برضو، فيرا النهارده كان غير موافق تماما. خرج عبد الشافي ونزل سيد نمار. طب سيد نمار منزله ايه؟ باك شمال. طب مش فاهم، هو الولد ده اساسا هو بيلعب طرف يمين، باك او جناح، هو مميز فيها، عنده دريبل كويس وبيعدي بشكل كويس، لا نزله طرف شمال. طب ما انت خلصت عليه ان هو راجل كده كده لازم عدلته تبقى على اليمين، فلازم يقطم من اليمين. فبرضه دي قصه ثانيه. فانت زي ما بقول راجل لخبط فريق اكتر ما متلخبط. يعني انت نزلت مصطفى الزناري اللي انت ما بتلعبوش بقى لمده كبيره، ووديت عبد الغني باك يمين، ونزلت عمر جابر تالي في وسط الملعب، هو تالي في وسط الملعب، ووديت سيد نمار شمال وشيكابالا شمال. طب شيكابالا هيلعب معايا؟ لا شيكابالا جه الناحيه الثانيه. طب الناحيه الثانيه زيزو هنا، طب زيزو راح الناحيه الثانيه. لخبطت فرقك تماما. يعني ايه زي ما بيقولوا ايه، كتالوج فيرا، كيف تجعل فريق يخسر في 3 خطوات، دمر الفريق. الحقيقه الاهلي استمر بنفس الطريقه، كنترول في الملعب، حكمات سريعه مركزه، تكرار الهدف الاول والهدف الثاني، عشان ده برضه شغل مدرب. حمدي فتحي ديانج كوره طويله لحمدي فتحي، اخترق من ورا لقدام، ضرب الاوفسايد، وصل ناحيه الشمال، عدى ولعبها ورا المعلول. هنا بقى معلول يا جماعه، اللعيب عنده 33 سنه، عنده لياقه بدنيه ممتازه، عنده رؤيه، عنده روح، عنده قلب. الراجل جاي كوره جايه على الارض، جاي شايف اللعيب زميله واقف فين، هو لعيبه معلول الكوره جاله، واخد القرار، هو ما سندش، لمسه واحده لمحمد شريف. محمد شريف عمل ايه بقى هنا؟ كان لهم في استلم مدافعين، جري بسرعه لورا خطوتين 3. ليه جري خطوتين 3؟ افضي مساحه لنفسي. يعني قلنا معلول عملها 1 تاتش، رفع عينه واللعيبه على طول ما سندش، هي على الارض. طب محمد شريف جري خطوتين 3 لورا، طب جري 3 لورا، الكوره جات له هنا، جات له برده في، انا جريت ليه؟ لان الكوره جات على الشمال، على رجل الشمال. هو قلنا محمد شريف جمع بيها برجلين يمين وشمال، دي ميزه في المهاجم، بتبقى حاجه كويسه جدا. طب هو عمل ايه؟ ليه رجع خطوتين 3؟ عشان لما العبها الف جسمي فكده هتروح في اتجاه المرمى، لان لو جسمي مش معدول الكره هتروح مكان ما جت. يعني انا لو انا بوش كده وتعلق الكره هتروح ناحيه الكورنر، لكن لا، انا اساسا خدت خطوتين بسرعه لورا، ففضيت نفسي، بعدت عن المدافعين اللي اتفاجئوا بحركتي، في نفس الوقت لفيت جسمي بسرعه بوش رجلي قويه في سقف الجون، هدف الاهلي.
حقق نتيجه تقيله جدا عند الزمالك، نتيجه زي ما بقول ايه، فجرت الفريق من جوه 3-0. النادي الاهلي بعد كده ما كانش فيه الراجل كمان، يعني كولر حب ايه يضلمها زي ما بيقولوا. خرج عبد القادر ونزل كوكا بقى يلعب برباعي دفاعي، خلاص 3، وحمدي هو اللي هيعمل ازاي، اللي هو اللي هيعمل الزياده مع طاهر. خلاص مختار وشيف انا ما عنديش مشكله، انا مش عايز اخش في اجوان، نتيجه كبيره، نتيجه تقيله. كابتن مره فوزنا الاهلي 3-0، حقق فوز كبير جدا. فوائد بالجمله بقى، هنا بنتكلم فوائد بالجمله النادي الاهلي. طيب رفع 34 بونت، متصدر 4 بونت عن فيوتشر الثاني، 27 بيراميدز الثالث، الزمالك 26. حذفت الزمالك بعيد، يعني عارف ايه، اكن ايه زقته كده لورا، فبعته عندي 8 بونت. 8 بونت بعد 14 اسبوع كتير، خصوصا ان هم قابلين للزياده، ان انت دلوقتي بتلعب، انت ممكن تتعادل ده تتعادل، فانت عندك رصيد انك ممكن لو تعادلت حتى يبقى عندك رصيد يسمح لك. الزمالك ما عندوش هامش الخطا، انت بتلعب لازم تكسب اول ماتش وتستنى اهل الكعب ده. انت عندك مشكله ان في فرقتين فوقيك، ان بيراميدز فيوتشر ماشي كويس مع علماء، وبيراميدز مع باتشيكو، الراجل مساعد عمال يكسب، كسب 3 ماتشات في الدوري وكسب ماتش في الكاس، فقاع تصاعدي، فدي بقى ده هيعمل ضغط كبير على الزمالك. الحاجه الثانيه، انا ككولر الراجل دلوقتي خد ثقه الجمهور، انت كسبان السوبر على حساب الزمالك، تأهلت دوري الابطال المجموعات، متصدر الدوري، خدت ثقه من الجمهور، خصوصا ان لما تعمل 2 فوز على الزمالك في اقل من شهرين، فدي حاجه كبيره جدا. خلاص يعني انت عارفين ده ديربي، فبيخلي في علاقه كويسه بين المدرب وبين الجمهور. خلاص انت ايه يعني زي ما بيقولوا اهم نتيجه في السنه بتعملها لنا، تكسب الزمالك وتكسب كمان بشكل كويس 2-0 و3-0 مع اداء ممتاز، اداء جيد. طيب الحاجه الثالثه، ان الراجل دلوقتي عنده سكواد في 7-8 مصابين النهارده. طيب هل حد حاسس بيهم؟ لا. دلوقتي خالد عبد الفتاح المعار من سموحه بيلعب باك يمين، لعبته مساك، ادى اداء ممتاز، ما عندوش غلط، لعيب راجل، لعيب قوي، عنده طاقه، عنده انقضاض، بيلعب برجوله، ممتاز. طب رامي ربيع اللي هو بعيد خالص، انت بتلعب منعم ومتولي، ويخش عليهم ياسر لو احمد مش موجود، فرامي بعيد. لا النهارده تحس ان رامي قائد جوه الملعب، قائد الدفاع، بيواجه زمايله، لا عامل شغل كويس جدا جدا، حاجه ممتازه. طب خط الوسط، عمرو السولية غايب، دخلت عليهم مروان، لعيب هيديك اضافه كبيره جدا جدا جدا. عندك برضو الهجوم، عندك خيارات، خلاص انت دلوقتي رجع لك طاهر، وعندك بيرسي تاو، وعندك محمد كريستو. الاهلي محتاج ايه؟ محتاج مهاجم 9 اجنبي افريقي بالذات، لعب عنده قوه بدنيه وعنده سرعه قرار جوه منطقه الجزاء. الاهلي بيوصل كتير، ده شغل مدرب، الاهلي بيوصل كتير، يعني في ماتش المصري وماتش السيراميكا وماتش الاهلي فيها يا جماعه الاهلي وصل بشكل كبير جدا جدا، بس ما فيش اللي يخلص، اللي هو العمر النادره اللي هو بيترجم جهد فريقك كله لهدف. فالاهلي لازم يبقى عنده لعيب زي ده، لعيب قناص. غير كده انت ما عندكش مشكله، انت عندك وفره في الاجنحه، وفره في خط الوسط، وفره في الباكات، انت غاب عنك اكرم وكريم فؤاد، الفريق ماشي بشكل كويس. جبت عندك خالد عبد الفتاح وهاني اللي بيقدم مستوى رائع جدا جدا، شغال كويس جدا. عندك شحات ممكن تستخدمه كباك وجناح، بيلعب الاثنين، فعندك فالسكواد الراجل يا جماعه بيستغل ادواته، الراجل ما اشتكاش، معلش انا عندي والله 7-8 غيابات وربنا يسترها، ولو وهنخسر او بسبب بيأمهل الخساره، لا، بشغل اللي عنده، بستخدم ادواتي بشكل كويس لحد ما يتوفر لي ادوات اكتر. بتلعب فوق دوري وكاس وبطوله افريقيا وكاس عالم، فعايز سكواد كبير. فوز معنوي، نفسي على المنافس المباشر، بتدمره، بتفجر له مشاكل. الزمالك وقع في مشكله، ده بيلعب ليه، ده ما بيلعبش ليه، المدرب لعب ده ليه، ما لعبش ده ليه، فبتصدر مشكله، الفرق بيوسع، وبرضه بتعمل له مشكله كبيره، بتلعبه تحت الضغط، كل ماتش بيبقى مضغوط انه عايز يكسب وانت تتعادل او تتغلب، او فيوتشر وبيراميدز نفس القصه. الكلام عن نجم مباراه، الانار كان كويس، يعني الفرقه كلها كانت كويسه خصوصا في الشوط الثاني، بس حمدي فتحي، يعني حمدي فتحي يا جماعه كان اسمه الجندي المجهول او الجندي المعلوم، الراجل زي ما بيقولوا ايه، متفاني خدمه الفريق، ديفندر بيكافئ، يعني تحس اللعيب ايه، بيكافح عشان خاطر في ماتش سموحه واخد 3 ضربات، ضرب في رجله وضرب في راسه وضرب في الراجل، بيكمل بيقاتل لاخر لحظه. النهارده الراجل بيلعب ديفندر، لما خد مهام هجوميه راح وعمل عليه وزياده. حمدي فتحي عمل النهارده 2 اسيست، الاول والثاني، ومساهم في الجون الثالث، اللي هي بيسموها اللمسه الافتتاحيه، اللي هو عملها واداها المعلول، اللي هي اللمسه اللي هي بري اسيست، اللي هي قبل اسيست، يعني ساهم في
عمل 2 اسيست وساهم في جون. انا ما سجلتش بس انا عامل كل حاجه. مجهود بدني مش طبيعي، بس ما شاء الله لياقه بدنيه، رؤيه، تحرك واعي، اداء ممتاز النهارده. برضه خلى عبد الفتاح لعيب بيلعب ماتش اهلي والزمالك، الماتش فات لعب ربع ساعه 10 دقايق مكان محمد. النهارده لا، بيلعب كمان مش مركزه، او مش مركزه، هو بيلعب ليه في سموحه، انت جايبه مساك ماتش اهلي والزمالك. فالغلطه كانت هتعلم زي ما بيقولوا، ان ماتش مش هيتنسي، هذا الناس فاكرها لك. لا، تلعب بثقه شديده جدا جدا، واثق من نفسك، واثق من ادواتك بشكل ممتاز. حقيقه اداء رائع النادي الاهلي. الف الف مبروك النادي الاهلي. الفوز الكبير والانتصار العريض. اتمنى لو التحليل عجبك تعمل لك واشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.